التصوير بكاميرا الجوال، وكذلك اقتناء الصور. والتصوير سواء بكاميرا الجوال أو بآلة التصوير، وسواء كان تصويرا ثابتا أو متحركا، أي تصوير فوتوغرافي أو تصوير فيديو كليب، كله محرم لا يجوز، بل كبيرة من كبائر الذنوب، للأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير وبيان أنه ذنب كبير، ببيان العقوبة التي تنتظر المصورين يوم الدين. منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد عذابا يوم القيامة المصورون. وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار، يجعل بكل صورة نفسا يعذب بها في جهنم. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقد اتخذت قرام سترة لسهوة لها، وفي هذا القرام تصاوير، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتغير لونه، وقال لها: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فنقضناه وجعلنا منه وسادتين. وثبت في الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذه الأحاديث وغيرها كثير في بيان تحريم التصوير وأنه ذنب كثير. وطالب الحق كما قال الإمام الألباني رحمه الله: طالب الحق يكفيه دليل من هذه الأدلة، والذي لا يريد الحق لا يكفيه 1000 دليل. يكفي أن نأتي بحديث فقط واحد لكي تعرف بأن التصوير محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وتحذره وتجتنبه. يكفيك دليل واحد إن كنت متجرد لقبول الحق ورد الباطل. يكفيك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الحديث الأول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أما إن كنت لا تريد الحق فلو سردنا لك أدلة لساعة كاملة في تحريم التصوير فلن تقتنع. نعم، لأن الذي يريد الحق يعظم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكفيه آية ويكفيه حديث. سمعنا وأطعنا، للأمر سمعنا وأطعنا، وللنهي انتهينا. فكيف وأحاديث تحريم التصوير كثيرة، منها هذه الأحاديث التي سمعتم.